اهلا بيكم. ايه رأيكم في الجمال ده كله؟ يلا بينا نشوف اتعمل ازاي. انا هنا معايا سمك مكرونة جاي من السويس، نضفته بالطريقة ديت وهنتبله تتبيلة بسيطة. معايا هنا معلقتين كبار من هريسة الشطة، عليهم معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون، وهنحط معاهم البهارات ملح، بابريكا، فلفل اسود وكمون وبهارات سمك. ما تكتريش عن كده عشان تكون التتبيلة بسيطة وتحسي بطعم السمك في الاخر. كده قلبنا التتبيلة كويس. هننزل بقى بالسمك واحدة ورا التانية. هنشرب السمك كله بالتتبيلة وهنركنه على جنب حوالي ربع ساعة. كده انا خلصت كل السمك، هركنه ربع ساعة. في الوقت ده هعمل الرز الصيادية. جربيه بالطريقة دي هتعجبك قوي. انا هنا معايا حطيت زيت على النار، وحطيت بصلاية كبيرة متقطعة بشكل واضح، احمرت معايا الدرجة ديت، ما تغمقيهاش عن كده. هي اللون ده حلو قوي ومناسب جدا. هنزل عليه بطماطمايه صغيرة متقطعة وقرن فلفل صغير متقطع مكعبات زي ما انت شايفة كده. هقلبهم بس لمدة دقيقة. انا مش عايزاه ان هو يدبل، انا عايزاه يفضل محتفظ بشكله ولونه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هنزل بالبهارات اللي معايا، مكعب مرق، كزبرة، كمون فلفل اسود. هقلبهم كده لحد بس مكعب المرق ما يدوب. في الوقت ده اكون غاسله الرز ومصفياه كويس. هنزل على الخليط ده الرز اللي معانا، وهنقلبه كويس لحد لما يتحمص. بعد لما يتحمص هننزل بالملح بتاعنا وهنقلبه كويس قوي. ودلوقتي هننزل بالشوربه بتاعتنا، شوربه ميه ايا كان. السوائل بتاعتنا ما تزيدش عن الرز كتير، يدوب بس تغطي الوش بتاع الرز. هنسيبه بقى على نار عالية لمدة 5 دقايق يتشرب، وبعدين نهدي النار عليه ونسيبه يستوي. دلوقتي هنعمل خلطة بسيطة قوي اللي هي العجينة اللي هنحط فيها السمك. معايا دقيق ومعلقة كبيرة من الكركم وشوية من المية، هنخليها زي عجينة الكريب كده بس اخف حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفينها كده. في الوقت ده انا هنزل السمك في العجينة، بس قبل ما انزله في الزيت انا هحطه في الدقيق، اعفره بشوية دقيق كمان، وبعد الدقيق هحطه في الزيت. ما تنسيش تحطيه في الدقيق بعد العجينة دي، هتفرق معاك كتير قوي وهتخليه كريسبي قوي. هنكمل الكمية على كده. ودلوقتي معانا الرز زي ما انتوا شايفين ما شاء الله مفلفل جدا ولونه طالع ممتاز. نبدأ نقدمه. ده بيكون شكل السمك وشكل الرز ما شاء الله بيتكلم، كريسبي جدا، حاجة ما شاء الله تفتح النفس. وألف هنا.